تعالوا نعمل مع بعض حلا سريع وبارد كده نفرح بيه ولادنا ونغذيهم بيه شويه. هنا جبنا حله فيها قطعتين من الزبده، معلقه كبيره يعني. ماشي، بدأنا ان احنا نسيحها وتسيح خالص. اهم حاجه حطينا هنا كوبايه من الدقيق، كوبايه وربع بالظبط من الدقيق. تمام، بدأنا ان احنا نقلبها تقليبه حلوه، يعني ناخدها نص تشويحه كده لحد ما ريحتها تطلع مع الزبده. تمام كده، زي ما انتم شايفين كده سهله وجميله وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه. احنا عملناه مع بعض قبل كده، والمره دي كان مطلوب مننا ان هو يتعمل تاني. ماشي، خدنا كده كيلو لبن وبدانا ان احنا نقلبه مع بعض، ولازم ندوب الدقيق فيه كويس قوي 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 قوي. ماشي، وحطينا عليه نص كوبايه سكر زي ما انتم شايفين كده، او كوبايه الا ربع، ومعاها رشه فانيليا. وبدانا ان احنا نقلب ووصلنا التخانه اللي احنا عايزينها، او المقدار اللي احنا عايزينه. تمام كده، بدأنا ان احنا نحطه في علب ونركنه على جنب. ماشي، فضلا وليس امرا، لو بتعجبكم فيديوهاتي ادعموني بلايك وشير، ويعني شجعوني على وقولوا لي ان انت فيديوهاتك حلوه او كده، بحيث ان انا استمر معاكم. انا بحبكم وحابه ان انا استمر معاكم، وبحب الدعوه الحلوه والله. ماشي، المهم جبنا هنا طاسه فيها كوبايه من السكر، وبدانا ان احنا نقرملها كده زي ما انتم شايفين. ما تخافوش من التكتلات اللي بتحصل ديت، دي امرها سهل وبسيط، ما تقلقوش. وهنا جبنا كوبايه ونص من الميه، ومعاها 3 معالق من النشا كبار، 3 معالق هرميين، ده هيبقى حلو قوي. ماشي، المهم بدانا ان احنا نقلبهم على بعض كده. حطينا اللبن على النشا على مراحل، على حد ما، وفضلنا نقلب على حد ما التكتلات راحت، والصوص بتاعنا جهز بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. حط له نقطتين من اللون المصرح بيه اللي هو الغذائي. ماشي، وبدانا ان احنا نحطه في العلب كده زي ما انت شايفه. المهم ان انت توصلي للتخانه اللي انت شايفاها قدامك ديت. تمام كده، المهم حطيناه في علب، وبدانا ان احنا نمسح اللي بينزل على العلب كده. اهم حاجه الشكل طبعا زي ما انت شايفه، عشان يبقى الشكل مع الطعم ويبقى لذيذ وجميل كده، واولادك يفرحوا بيه. حلو الكلام، وبنسيبه يبرد خالص، وبعد كده بنقفله ونحطه في التلاجة يبقى ساقع وجميل جدا. على فكره مش مكلف خالص ومش متعب. هنا عملنا الصوص دوت، وكمان حطينا على جزء من الباقي حطينا صوص شوكولاته اللي احنا كنا مجهزينه مع بعض قبل كده. ارجعوا للصفحه وارجعوا لصوصات الشوكولاته اللي احنا بنعملها مع بعض. الصوصات دي لما بتعمليها وتحطيها في التلاجة بتنفعك زي ما انت شايفه كده. دوك انا خففتهم بمعلقتين لبن وجهزتهم زي ما انت شايفه كده، وبدانا ان احنا نحطهم على البودنج بتاعنا. هنا بقى بعد ما برد خالص حطيت له بسكوتات اوريو كده على الوش، بحيث ان هي تجمل الشكل اللي هو الملون. اما الشوكولاته فانا حطيت عليه فورماسيه كده زي ما انت شايفه، بتديها شكل حلو قوي والاطفال بيفرحوا بيها، وبتخلي طعمها جميل جدا. وارجو منك انك تكوني حطيتي لي لايك وشير، وان تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وان انتوا تشجعوني وتدعموني وتدعموا الصفحه عشان تكبر بفضلكم بعد ربنا ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي مع حلويات منى زكريا.